مرحبا وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من تعلم اللغة التونسية. درسنا اليوم هو تصريف الأفعال في الزمن الحاضر. نأخذ مثال أول: الفعل الذهاب، الفيرب المشي، الذهاب المشي. كما تعرفنا في الدرس الماضي على الضمائر: أنا، أنت، نحن، أنتما، عفوا، هما وهو الزوج، هما، أنتما، هي وهو. أنا نمشي، أنت تمشي، نحن نمشيو، هما الزوج يمشيو، هما يمشيو، انتوما تمشيو، هي تمشي وهو يمشي. طيب، أنا نمشي، أنت تمشي، نحن نمشيو، هما الزوج يمشيو، هما يمشيو، انتوما تمشيو، هي تمشي وهو يمشي. نلاحظ هنا أضفنا حرف ان، وهنا حرف ت، وهنا حرف ان و او يو. هنا y او يو. نفس الشيء في ضمير هما، هما، وانتما ت او يو، هي ت وهو y. إذا أنا نمشي، أنت تمشي، نحن نمشيو، هما الزوج يمشيو، هما يمشيو، انتما تمشيو، هي تمشي وهو يمشي. مثال درس الفعل الثاني: الأكل، الماكلة. الفعل الأكل، الفيرب الماكلة. أنا ناكل، أنت تاكل، نحن ناكلو، هما الزوج ياكلو، هما ياكلو، انتما تاكلو، هي تاكل وهو ياكل. أنا ناكل، أنت تاكل، نحن ناكلو، هما الزوج ياكلو، هما ياكلو، انتما تاكلو، هي تاكل وهو ياكل. إذا حرف ان كالعادة، هنا حرف ت، ان او يو، y او يو، y او يو، ت او يو، ت وهنا y. مثال ثالث: الفعل التنزه، الفيرب التحويس، التحويس، التحويس أو التحويس ما هي التحويس أو التحويس، يعني التنزه. أنا نحوس، نحوس، أنت تحوس، نحن نحوسو، هما الزوج يحوسو، هما يحوسو، انتوما تحوسو، هي تحوس وهو يحوس. إذا كما لاحظنا دائما مع أنا ضمير أنا نضيف أن، ضمير أنت نضيف ت، ضمير نحن نضيف ان و او يو في آخر الفعل، هما الزوج نضيف y بداية الفعل و او يو في آخر الفعل. نفس الشيء مع هما. انتوما حرف ت في بداية الفعل و او يو في نهاية الفعل. هي نضيف ت أول الفعل، وهو نضيف y في أول الفعل. سهلة. بعض مؤشرات تصريف الفعل في الزمن الحاضر: ليزانديس: توا، تو نفس المعنى، وتويكا أيضا نفس المعنى. توا، تو، تويكا كلهم نفس المعنى. اليوم، اليوم. السنة، السنة هذه السنة. تو تو، حالا. الآن حالا، تو تو، الآن حالا. بعض الجمل البسيطة: اليوم عمي داود يروح لفرنسا. اليوم عمي داود يروح لفرنسا. الضمير هو نضيف y. الفعل هو المروح، يروح. ليه؟
إلى فرنسا. دونك يروح يعود، يروح يعود. نمشي للسوق باش نشري شوية حوايج. نمشي للسوق باش نشري شوية حوايج. أذهب، نمشي أنا، نضيف حرفين، للسوق، للسوق لكي أشتري باش نشري. الغاية باش نشري، طلبنا لها في الدرس الأول باش تفيد الغاية لكي شوية بعض حوايج ملابس. نمشي للسوق باش نشري شوية حوايج. تو قاعد ناكل في الفطور. تو قاعد ناكل في الفطور. الآن أنا أتناول الطعام. تو الآن ناكل، أتناول، أنا حرفين، في الفطور الطعام. الفطور تعني فطور الصباح أو فطور الغداء. قاعد هي كلمة نضيفها للتأكيد. أنا قاعد ناكل، أنا قاعد نمشي، أنا كنت قاعد واقف. سنعرض لها في الدروس القادمة. تو جيب صباطك من الخزانة. تو جيب صباطك من الخزانة. الآن حالا. تو جيب، تحضر صباطك، حذائك، من الخزانة، من الخزانة، أو نقول أيضا من الخزانة، حرف الغاء. نحن نحوص تو في سيري بوسعيد. نحن نحوص تو في سيري بوسعيد. نحن نتنزه الآن في سيري بوسعيد. نحن حرفين وحرف أو إي، بعد التحويص. سلمى تحل في الباب لبابا. سلمى تحل في الباب لبابا. سلمى تفتح، تحل، فعل الحلان، الباب لأبي. الآن الأفعال اللي تعرض إليها اليوم: العودة، المرواح، 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 الشراء، الشريان، الشريان، الجيبان، الإحضار، الجيبان، الحلان، الفتح، الحلان، الفتح. أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أنكم استفدتم وكنا عفوا حسن ظنكم. للقاء اليوم الأربعاء إن شاء الله في درس جديد.